تعرف إن أنا أول فيروز اقتنيته بحياتي كان الفيروز النشابوري من سنة 2015 2016 وقت ما كنت موجود بالإمارات. وطبعا الفيروز اللي لسه ما يعرفش هو حجري المفضل، هو اللي دخلني الهواية دي أصلا يعني، وما زال حجري المفضل. اسم شركتي ايجيبشن توركواز، اسم بنتي فيروز. فالحجر ده أنا بعشقه يعني. فأنا ليه باحكي لكم الحكاية دي، ومش هاكلمكم في حاجة علمية أوي، لأن أنا ياما اتكلمت عن الفيروز بطريقة علمية وفي فيديوهات موثقة بالكلام ده، ممكن نبقى نعيدها تاني، لكن النهارده جاي أحكي لكم الحكاية دي بالأخص. أول ما اقتنيت الفيروز النشابوري كان بييجي لي الجودات، كنتش باجيب الفيروز النشابوري غير الجودة الدرجة الأولى اللي بتبقى عاملة زي كده، ده على فكرة فيروز مصري، بس هو الدرجة الأولى في النشابوري بيكون عامل كده. وبعدين قُلت طب ما أنا عاوز أقتني فيروز سيناوي، فيروز بلدي أشوفه عامل إزاي. في الوقت ده ما كانش ييجي لي غير الفيروزات اللي بالشكل ده. كنت أستغرب جدًا، أقول سبحان الله يعني هو ليه الفيروز السيناوي مزنّخ وشكله سيء وجودته سيئة بالشكل ده، والفيروز النشابوري بيبقى كُلّه جايب الحاجات الأشكال والجودات اللي زي دي. قُلت يعني سبحان الله، هو يعني ربنا حاب الفيروز النشابوري بالجمال ده، واحنا الفيروز السيناوي بس يعني مزنخ هو ده اللي موجود بس. وفضلت بقى ورا الموضوع ده، هو اللي أرقني ودخلني في الموضوع بشكل مبالغ فيه، لغاية ما جبت الموضوع من قراره، من أساسه من جذره، لغاية ما وصلت لخام الفيروز المصري الحر، وعرفت إن الخامات اللي زي دي، دي خامات اسمها مصلبة معالجة بالتصليب، وبيضاف أثناء تصليبها في الإيبوكسي بيضاف عليها حاجات لتحفيز اللون ومواد صابغة عشان يديها اللون ده، لكن هي في الأصل كانت لون لبني فاتح جدًا، اسمها فيروز لباني، لون لبني فاتح جدًا أقرب للبياض، ولذلك بيزنخ، لونه بيروح زي ما أنت شايف كده، شكله بيكون عامل بالطريقة دي. يمكن اللي أنا باتفرج عليه ده كمان من أحلى الحاجات المصلبة يعني، في كمان أسوأ من كده. ولغاية ما ربنا كرم على الواحد ومن عليه بالخامات الفيروز المصري الحر اللي بتطلّع الجودات الزرقاء الملكية الطبيعية بدون علاج ولا تصليب، زي اللي أنتم شايفينه قدامكم ده. كل ده فيروز مصري حر. شوف الجودات عاملة ازاي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وما تستغربش ان الفيروز الدرجة الاولى النشابوري هو اللي بالشكل ده اللي انا بفرجك عليه. اوعى تتخدع وتفتكر ان الحاجات اللي زي دي هي دي الدرجات الاولى من الفيروز، ده اصلا مش فيروز نشابوري، حتى ده بيتسمى فيروز جمعاني، وبرضه مصلب ومعالج، لا يختلف شيء عن ده. بل بالعكس بقى، لو احنا هنشتغل في المعالج والمصلب نشتغل في الفيروز السيناوي البلدي، المصلب احسن من ده كمان. ومن هنا قررت ان انا عمري ما هقتني حجر فيروز في حياتي غير الفيروز الحر، ومش هبيع لواحد حجر فيروز غير الحر الغير معالج زي الموجود قدامي هنا بالظبط. ويعني الحمد لله انا كنت صادق النية امام الله، فربنا وفقني وفتح عليا يعني في الفيروز اللي انتوا شايفينه يا جماعه. ده مش سهل ابدا توفير الفيروز المصري الحر بالكميات وبالاوزان والكميه الموجوده قدامكم دي، لكن وما توفيقي الا بالله. وانا عمري ما احب حد يقول انت ملك الفيروز او اي حاجه، الملك هو الله. واللي كل شايفينه ده مش شطاره مني، ده كرم ربنا بس عليا. وان شاء الله نلقاكم الليله دي نعرض عليكم شويه فيروز جميل، نعمل ليله من ليالي حب الفيروز زي ما اتعودنا. وكمان مجموعه السبح عشان دايما بتخلص مني اول باول، هنعرض المجموعه دي الليله باذن الله.